أنا اسمي هنا. حكايتي بدأت في اليوم اللي عرفت فيه إن جوزي اتجوز عليا الشغالة بتاعتي. الأول أعرفكم على نفسي. أنا بنت وحدانية على ولدين، لعيلة معروفة جدا وغنية جدا جدا. اتربيت في رفاهية ودلع كبير من أهلي، وكمان أنا كنت شاطرة جدا جدا في دراستي. خلصت الثانوية العامة بمجموع عالي جدا، ودخلت كلية الطب وتخصصت في أمراض النساء. آخر سنة ليا في الجامعة اتقدم لي عريس من العيلة بتاعتي. عيلتي كانت عيلة اجتماعيا معروفة جدا وغنية قوي قوي قوي، وكمان كان في قانون كده في العيلة إن بنات العيلة ما يتجوزوش بره العيلة علشان الورث والفلوس ما يروحوش لحد غريب. بصراحة أنا ما كانش عاجبني الموضوع ده، وكمان كنت رافضة فكرة إني أتجوز حد من قرايبي. فضلوا يضغطوا عليا كتير علشان أوافق، وقالوا لي إن هيبقى منظرهم وحش قوي قدام باقي قرايبنا لو رفضت. ومع ذلك برضو أنا كنت رافضة الفكرة لحد ما في يوم بابا دخل عليا أوضتي وفضل يترجاني إن أوافق علشان منظره قدام عمامي ومحدش يقول إن بنته كسرت كلمته وصغرته قدام عيلته. قال لي لو بتعزيني وفي، انا عمري ما رفضت لك طلب، واتمنى انك ما ترفضيش طلبي وفكري مره تانية. وسابني وخرج من الاوضه. في الوقت ده حسيت بخنقه وضيقه، اول مره في حياتي احس بيها، لاني مش متعوده اعمل حاجه غصب عني، وخاصه المره دي حاجه مش عاديه، ده جواز يعني حياه تانية، يعني تغيير كبير في حياتي. الوقت ده صليت ودعيت ربنا يوفقني للصالح، ونمت. تاني يوم حسيت اني مش عايزه الجوازه دي، من جوايا مش مرتاحه، بس في نفس الوقت اهلي اللي ضاغطين عليا وعايزيني اوافق باي شكل. وافتكرت بابا وكلامه معايا ان انا فعلا مش عايزه اكون سبب في احراجه قدام اخواته او اي حد من العيله. خرجت من اوضتي ورحت لبابا وقلت له انا موافقه، بس على فكره يا بابا انا موافقه علشانك انت بس. فرح بابا جدا وضمني في حضنه وقال لي هي دي بنت حبيبتي، كنت عارف انك مش ممكن تحطيني في موقف وحش قدام اي حد. وسابني وجري على التليفون يتصل باهل العريس ويبلغهم موافقتنا، وانهم يتفضلوا يشرفونا في اي وقت علشان نتمم الخطبه. وقفل بابا التليفون ونده على ماما واخواتي وبلغهم الخبر. فرحوا كلهم وفضلوا يباركوا لبعض في وسطهم وانا كاني موجوده. ولاول مره في حياتي اتعامل بالشكل ده من اهلي، او اتجبر على حاجه مش عايزاها. في الوقت ده عرفت ان اهلي اهم حاجه عندهم منظرهم قدام العيله، وان انا حتى لو كنت رفضت برضه هم كانوا هيوافقوا ويجوزوني غصب عني. وتاني يوم العريس واهله جم عندنا. العريس اول ما شفته كان شكله بصراحه وسيم جدا جدا، يعني ما فيش اي بنت تشوفه وترفضه. استغربت ازاي شخص بالوسامه دي والمركز الكبير والعيله المرموقه برضه يوافق على قوانين متخلفه زي اللي في عيلتنا. معقول انه ما حبش في يوم؟ ده انا اللي بنت ما كنتش موافقه ولا حابه فكره الجواز من العيله، وكمان بالذات جواز الصالونات. ازاي هو اللي ولد ومعاه حريه اكتر مني ما اعترضش وقال لا للوضع ده؟ في الوقت ده حسيت ان هو كمان ممكن يكون اتضغط عليه من اهله زي ما اتعامل معايا. ومن جوايا بدات اهدى وارتاح، لان حسيت اني مش لوحدي اللي هتظلم بالجوازه دي. احنا الاتنين كل ذنبنا اننا اتولدنا في عيله تفكيرها متخلف ورجعي، لان قوانينهم عندهم اهم من راحه اولادهم. من جوايا بدات اوافق وارضى بالامر الواقع، وتمت الخطوه وبدات فتره الخطوبه. وفي يوم وانا خارجه من الجامعه لقيت خطيبي مستنيني علشان ياخدني، وركبت معاه العربيه وبدانا الكلام. واول حاجه قالها لي ايه رايك فيا؟ رديت باستغراب على سؤاله، قلت له من ناحيه ايه يعني؟ قال لي من ناحيه كل حاجه. قلت له طيب هو انا اعرفك علشان اقول رايي فيك؟ قال لي معاكي حق، عشان كده انا اتصلت بباباك وسالته على موعد خروجك من الجامعه عشان اتكلم معاك ونتعرف على بعض. رديت عليه وقلت له طيب انت اللي قررت تعمل كده من نفسك ولا اهلك هم اللي طلبوا منك؟ بص لي وابتسم وقال لي انا فاهم انت قصدك ايه، وعلى العموم مش هتفرق، لان في الاول وفي الاخر دي جوازة صالونات واحنا لازم نبدا نتعرف على بعض. رديت عليه وقلت له ممكن اسالك سؤال؟ قال لي انا عارف انت هتقولي ايه، والاجابه يا ستي ايوه، اهلي هم اللي اختاروك ورشحوك ليا. وكمان علشان اكون صريح معاكي انا ما كنتش موافق في الاول، زي ما انت كمان ما كنتيش موافقه، ولكن طبعا انت عارفه ضغط العيله. رديت عليه وقلت له وانت بقى عرفت منين اني ما كنتش موافقه؟ قال لي ما فيش واحده متعلمه وطالبه في كليه الطب هتوافق انها تتخطب بالطريقه وبالشكل ده، وكمان تحت قوانين زي قوانين عيلتنا. رديت عليه وقلت له بس ازاي احنا قرايب وما تقابلناش قبل كده ولا حتى نعرف بعض؟ رد وقال لي ان هو اتربى بره مصر بعد ما باباه اتجوز على مامته وهو كان عنده 10 سنين، وكمان رفض باباه انه يطلق مامته. قررت مامته انها تسافر بره مصر علشان نتعلم، وكمان كان بالنسبه لها ده الحل الانسب بعد جواز بابا عليها ورفضه للطلاق. وفعلا سافرت مامته ولسه راجعين مصر من حوالي 6 شهور. سكت بعد كلامه ده ما بقتش عارفه اقول ايه. رد وقال لي مش هتقولي لي بقى ايه رايك فيا؟ قلت له طيب
طيب ما تقول لي انت رايك فيا. رد عليا وقال لي بصراحه انا اول ما شفتك انبهرت بجمالك. قلت له يا سلام، معقول؟ ده حتى كل حياتك عشتها بره مصر واكيد شفت اجمل مني بكتير. رد عليا وقال لي انا اعترض معاكي في النقطه دي. قال لي بصي يا ستي، هم فعلا بنات اوروبا حلوين جدا، ولاني يعتبر عشت كل حياتي هناك فكان بالنسبه لي كلهم شكل واحد، ما كنتش بشوف ان في واحده فيهم مميزه، وكمان لان امي ملامحها غيرهم فكنت بحس ان امي هي اللي مميزه بجمالها هناك، وكان نفسي اقابل واحده احسها مميزه زي امي، ولكن مفيش. بس بصراحه لما شفتك حسيت ان فعلا جمالك مميز زي امي بالظبط، وحبيت شكلك جدا. وبصراحه لما فتحت معاكي حوار دلوقتي وكلمتك حسيت كمان انك ذكيه جدا ومرحه جدا جدا. في الوقت ده حسيت باحراج وسكت. ضحك وقال لي طيب وانتي اول ما شفتيني حسيتي بايه؟ قلت له انا استغربت بصراحه، ازاي واحد زيك يتجوز صالونات؟ معقول تكون ما حبيتش ولا مره قبل كده، ولا في اي واحده دخلت حياتك؟ ضحك وسكت وما ردش عليا. في الوقت ده كنا وصلنا البيت ونزلت من العربيه، دخلت اوضتي ولقيت نفسي مقتنعه شويه بالوضع، وقلت ان ادي للموضوع فرصه يمكن يكون خير وانا مش واخده بالي. وعدت فتره الخطوبه، كنا اتعودنا على بعض، وانا بصراحه كنت بدات احس بمشاعر تجاهه، وهو كمان صرح لي بكده، بدا يحبني. وبعد كده تم الزواج وعشنا مع بعض بجد ايام حلوه جدا، سفر وخروجات وكل اللي نفسنا فيه كنا بنعمله. بعد فترة حملت وربنا رزقني ببنت، والسعادة اللي في حياتي زادت أكتر وأكتر من فرحة جوز البنت وحبه ليها. وكمان عيلتنا كانوا فرحانين وسعداء جدا علشان وحملت تاني وجبت بنت كمان. حياتي بقت أسعد وأسعد. كانت حياتي جميلة جدا رغم انشغاله بشركاته وشغله، وكمان انشغالي بعيادتي وحالاتي، لأن أنا وهو كنا بنحاول على قد ما نقدر نكون مع بعض إحنا والبنات. كان عندي في الوقت ده شغاله بتساعدني، ستي كانت طيبه جدا وحنينه جدا على بناتي، كنت بسيب لها بناتي وانزل شغلي وانا مطمنه عليها. فعلا كانت ست امينه. وعدت بعد كده سنين كانوا اسعد سنين في حياتي مع بناتي وزوجي، لحد ما جه يوم والست اللي بتساعدني في البيت تعبت جدا ونقلناها المستشفى. هي في السن مش كبيره قوي، ولكن التعب ده بتاع ربنا. فضلت في المستشفى فتره، ولما خرجت استاذنت انها تسيب الشغل لانها ما بقتش صحيا زي الاول، وفعلا سابت الشغل. وانا بحكم شغلي اني طبيب نسائيه وفعلا محتاجه حد يساعدني في البيت، فعلا بدات ادور على واحده تانية، ولكن عدت فتره كبيره وما لقيتش للاسف حد مناسب، لحد ما في يوم المكتب اللي كنت متفقه معاه بعت لي بنت عندها حوالي 20 سنه. بصراحه انا ما كنتش مرتاحه ليها نهائي وهرجعها للمكتب تاني، بس فضلت تعيط وتترجاني اني اخليها. قلت لها انا هسيبك تحت التجربه، ولو حصل منك اي تصرف ما عجبنيش هرجعك على طول للمكتب. وعدتني اني مش هشوف منها اي حاجه وحشه، وفعلا سلمتها بيتي وامنتها على بناتي. فضلت في الوقت ده تسرح بيا وتحكي لي قصه حياتها وقد ايه هي عانت في حياتها بعد وفاة امها وهي صغيرة، وان ابوها شغالها في البيوت بعد ما اتجوز، وانها بتشتغل في البيوت من صغرها وكل فلوسها بياخدها ابوها ويصرفها على مراته. بصراحة في الوقت ده صعبت عليا وبدأت احس ان اخدت قرار صح سبتها. وعدت بعد كده سنة كاملة، وبصراحة البنت كانت ماشية كويس وما شفتش منها اي حاجة وحشة. وعدت فترة كمان بعدها بدأت احس بتغيير في عامله معايا ومع البنات، وانه بقى موجود وقت اكتر في البيت. ولما كنت بسأله كان بيقول لي انه حاسس بتقصير منه مع البنات الفترة الأخيرة، وحابب إنه يقضي وقت أكتر مع البنات. صدقت وسكت وقلت كويس إنه بيفكر في بناته. كمان في الوقت ده بدأت أحس بتغيير كبير وملحوظ في الشغالة، بقت تهتم أكتر بنفسها. بصراحة الشك بدأ يدخل قلبي، وبدأت أقول لنفسي معقول يكون جوزي عينه على الشغالة وهي بدأت تحس بكده وتهتم بنفسها، خاصة إنه جوزي حرفيا بقى يباشر كل شغل من البيت. وكنت كل ما أقول له إني مش هروح العيادة النهاردة وهقضي اليوم معاه كان يرفض ويخليني أنزل من البيت بأي شكل. بدأت أسأل البنات لما بخرج بابا بيعمل ايه؟ قالوا لي بناتي ان لما بخرج بابام بيخليهم يدخلوا اوضهم ويقول لهم اللي هتسمع الكلام وما تخرجش من اوضتها ليها عنده مفاجأة كبيرة. لما قالوا لي كده الشك دخل قلبي اكتر، وقررت اني اراقبه. فعلا راقبته لكن ما وصلتش لاي حاجة، لحد ما في يوم كنت نازلة رايحة العيادة ونسيت تليفوني، وانا في الطريق بجيب التليفون ما لقيتوش، افتكرت اني نسيته في البيت. رجعت البيت تاني علشان اجيبه، دخلت البيت لقيته ساكت خالص، البنات في اوضهم مش باين. قلت لنفسي يمكن نزل. كنت اوضتي علشان اجيب التليفون لقيت صدمة عمري، جوزي والشغالة مع بعض في اوضتي وعلى سريري. من شدة الصدمة وقعت من طولي وما حسيتش بنفسي وفقدت الوعي. فوقت لقيت نفسي في المستشفى وجوزي واهلي جنبي. الدكتور جه في الوقت ده وحاول يتكلم معايا لكن ما قدرتش اني اتكلم خالص، كل ما احاول اتكلم مش قادرة. الدكتور قال لهم ان فقدت النطق
نتيجة صدمة عصبية كبيرة اتعرضت لها، واني كنت داخلة على جلطة، بس هما لحقوني في الوقت المناسب. اهلي طبعا انهاروا من العياط، وكنت شايفة جوزي وهو عمال يبصلي وعيونه كلها ندم وحزن. اهلي فضلوا يسألوا جوزي ايه اللي حصل، قال لهم مفيش اي حاجة حصلت، وان انا اللي كنت ضاغطة نفسي في الشغل جامد الفترة دي. للاسف اهلي صدقوا. الظاهر ان جوزي كان متخيل اني مش هعرف اتكلم تاني، وعدى بعد كده كام يوم وانا على نفس الحالة مفيش اي تحسن، لحد ما في ليله بعد ما الكل مشي لقيت الشغاله اللي جوزي خني معاها واقفه قدامي. لقيتها بتقولي انت طبعا مفكره اني واحده رخيصه. ضحكت على جوزك ولعبت عليه، بس احب اعرفك بقى الحقيقه، انا ضرتك. جوزك اتجوزني على سنه الله ورسوله، وكمان هو اللي فضل يتحايل عليا علشان ارضى، وكمان قال لي انه هيشتري لي فيلا احسن من الفيلا اللي انت قاعده فيها، وكمان هيعلن جوازنا قدام العيله كلها. خليني هانم احسن منك بكتير. الوقت ده لقيت جوزي دخل الاوضه وبيقول لي لا فما تصدقيهاش، هي اللي لعبت عليا. وفضلت تغريني، ولما ضعفت قدامها قالت لي لازم نتجوز، وفعلا ضعفت واتجوزتها. وقال لي انه ندمان وقد ايه هو حزين عليا. في الوقت ده انا ما اتكلمتش، لان اصلا كنت فاقده النطق. تاني يوم الصبح لقيته جاي الصبح بدري بيقول لي ان ابوه واهله كلهم جايين لزيارته، وفضل يترجاني اني استر عليه قدام اهله حتى لو رجعت اتكلم ما اقولش حاجه لبابا. وفعلا اهله واهلي كلهم جم لزيارتي. في الوقت ده كنت كتبت ورقه حكيت فيها كل اللي حصل واديتها لحماية. واول ما حماية قرا اللي في الورقه بص لجوزي وضربه قلم قوي جدا، ومن شده الصدمه مسك قلبه ووقع على الارض. كل اللي موجودين اتخضوا، هو في ايه؟ ومسك بابايا الورقه وقرا كل اللي فيها. هو كمان لقيته مسكه من هض وقال له يا كلب بقى تعمل في بنتي كل ده، وواقف قدامنا كده عادي. وطرده من الاوضه، ودخلت الدكاتره كلهم بسرعه علشان يلحقوا حماية. وعدت بعد كده فترة كنت خرجت من المستشفى، وبدأت إن استعيد صحتي وأرجع أتكلم تاني، وبدأت كمان إن أفوق من الصدمة وأفوق لحياتي ولبناتي. أما بالنسبة لجوزي فباباه طرده وأخد منه كل الشركات اللي كانت تحت إيده، وكمان كان كل يوم طليقي يبعت لي رسالة إنه عايز يرجع لي وإنه ندمان وعرف غلط وعايز يفتح معايا صفحة جديدة. بس أنا رفضته وخرجته من حياتي نهائي، وكمان اتطلقت منه وبدأت أشوف حياتي، وقررت إني هعيش بس لبناتي ولنفسي.